قول ان احذر من المحاولات الرديئة لكسر حياء المسلمين، لخدش حياء المسلمين، لجرح حياء المسلمين، لذبح حياء المسلمين. محاولات رديئة في النكت وفي البرامج وفي الكلام وفي الاستهزاء وفي السخرية وفي بقت موضة رديئة مش من ديننا ولا يعرفها الموحدين. حتى أهل الأصول وولاد الأصول المحترمين ما ينفعش معاهم الكلام ده، ما ينفعش. عيب. حاجات كتير قوي عايزين نقول فيها كخ كده، عيب، ما يصحش. غير ان احنا نقول بقى حرام لا يجوز، غير انك تقول بقى لا ده كفر بمنتهى البساطة في الضحك والمزاح. ربنا سبحانه وتعالى كفر بعض الصحابة اللي هم صاموا وصلوا وهاجروا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد في سبيل الله وقالوا كلمة بيهزروا بيضحكوا مع بعض مش قصدهم. ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب. ايه اللي انتوا قلتوه ده؟ بنهزر والله مش قصدنا. ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ربنا أثبت إنهم كانوا مؤمنين وكفروا بعد الكلمة دي. كلمة قالوا لو عرفت الكلمة هتتعجب. ده ربنا، ده كلام ربنا القرآن. قالوا ايه اللي ورد في الآثار والسنة والسيرة؟ انهم قالوا قراؤنا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. بمنتهى البساطة قالوا ايه؟ قراؤنا العلماء بتوعنا المشايخ دول اصحاب كروش بتوع اكل وشرب وعند الجد ما تلاقيهمش، بس قالوا كده. ربنا كفرهم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. جم يعتذروا والله ما نقصد، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. ده كلام ربنا مش انا. عشان كده بقول لك ان القضية انك انت لما يكون الكلام ده في دماغك هيخرج هيتقال. والخطر في ايه؟ خطر شديد انك انت لما تسمع الكلام ده او تشوفه تحضره، ربنا مطلع عليك وشايفك وشايف رد الفعل جواك. اذا انت رضيته وضحكت وفرحت وهقت، ده اكبر من الكلام نفسه. ان ترضى ان يستهزأ بآيات الله. وان ما رضيتش وشفت الكلام ده يبقى ليه بتقطع قلبك وتحزن نفسك وتشوف اللي يأذيك ويأذي غيرك؟ في كلا الحالتين لا يجوز رؤيته ولا يجوز الكلام، ولا يجوز الكلام ترديد الكلام ولا نقله ولا إشاعته ولا الدلالة عليه اطلاقا. مش انا اللي بقول، ربنا اللي قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم
حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، خلي بالك ده كلام ربنا بدون تفسيره ولا شرحه ولا حاجة أبدا، كلام واضح تماما. سبحان الملك جل جلال الله.